هاد القصه كتبدا في واحد السجن شديد الحراسه في امريكا المعروف باخطر المجرمين. كان بون مسجون غير مع القتله واللصوص وعصابات كتقاتل على السلطه والاحترام. كل زنزانه وكل مكان كان فيه توتر وخوف، وكل واحد باغي يعيش خاصو يعرف كيفاش يدافع على راسو وكيفاش يقرا نوايا المساجين اللي حداه. بون الرجل اللي كان في الماضي مجرد رجل اعمال صغير لقى راسو وسط عالم قاسي ما كيعرفش الرحمه. من اول لحظه دخل فيها حس بالخطر، ولكن كان عارف باللي باش يبقى حي خاصو قوه وتركيز وصبر. العصابه المعروفه باسم جيزي وعصابته خطوا يهجموا على بون. جيزي جا عنده في الحمام وقال له باللي العصابه ديالو جايه باش يتفرض عليه السيطره، ولكن بون ما بان عليه اي خوف. فجاه الهجوم بدا وكل من كان في الحمام بداو كيهربوا، حتى الحراس اللي خداو رشوه هربوا، وبون بقى بوحده. مواجهه مباشره خطيره، كل شيء ممكن يوقع في ثواني. بون استعمل كل مهارته ونجح، طيح جيزي في الارض وانتصر على باقي العصابات بضربات سريعه ومدروسه. من هذه اللحظه اصبح بون معروف وسط السجناء بقوته الخارقه وقدرته على الدفاع على راسه. بعد ما خرج من السجن مشى بون لمدينه جديده بعيد على الماضي، ولقى دار فيها بيت الذكرى، وهنا تلاقى بالشيباني روبورت اللي عرفوا على ملكه البيت تامرا. تامرا كانت امراه قويه كتربي اطفال يتامى وعندها قوانين صارمه، ممنوع العصابات، الاسلحه وكل ما يقدر يفسد الاطفال. بون قبل الغرفه وبدا يعيش بهنا وسلام، محافظ على احترام القوانين. ومع الوقت بدا كيتعرف على تامرا والاطفال وحس براحه لاول مره منذ سنين. كل يوم كان كيتعلم كيفاش يعيش بهدوء وكيفاش يخلق جو امن للاطفال، وبدا يحس بمعنى جديد للحياه. لكن المدينه ما كانتش بلا مشاكل، شارع القتال كان عامر بمنافسه، مصارعين كيقاتلوا على رهانات كبيره والكل باغي يبين قوته. بون رغم انه جديد قرر يشارك باش يبني سمعته ويستعمل قوته بطريقه قانونيه. المعارك كانت عنيفه والكل داش من قوته ومهارته. في البدايه هاجموا خصوم اقوى جسديا، لكنه استعمل ذكاء وسرعه ديالو باش يسيطر على الوضع، وكل ضربه كانت محسوبه بدقه والجمهور كان كيهتمس وسمعته بدات تنتشر. مع مرور الوقت بدا بون كيتحدى خصوم اقوى والرهانات الماليه كانت تكبر. زعيم العصابه الكبير في المدينه بين عليه لاحظ القوه ديال بون وقرر يستخدمه في مباريات اكبر بملايين الدولارات. اول مواجهه كبيره كانت ضد اومر، مصارع معروف بشراسه وقوته في المدينه كلها. المباراه كانت عنيفه، كل ضربه محسوبه، كل حركه محسوبه بدقه، والكل كان كيتابع بشغف. بون رغم ان اومر كان اقوى جسديا استعمل ذكاء وتقنيه القتال اللي تعلمها واستطاع يسقط اومر في النهايه، والجمهور كان مذهول والكل بدا يحترمه كمقاتل لا يستهان به. في الوقت ذاته بون كان مركز على حمايه تامرا والاطفال وما بغاش يدخل عالم العصابه والمخدرات. هدفه كان واضح، يبني سمعته بالقوه والمهاره وما يضيعش القيم اللي تعلمها في السجن. ومع الوقت جاء تحدي كبير. جيمس واحد من اقوى الرجال في المدينه قرر يواجهوا بون في القتال واحد ضد واحد، رهانات بالملايين. جيمس حاول يخوف بون وهدد تامرا، لكن بون كان هادئ. المباراه بدات وكل ضربه محسوبه والجمهور كله كيشوف القتال الملحمي بينهم بجوج. المباراه كانت طويله وصعيبه، لكن خبره بون وقوته خلاته يسيطر على الوضع. في النهايه فاز بالمباراه وخسر جيمس رهانته الكبيره. رغم قوه جيمس ما قدرش يغلب بون اللي بين ذكاء ومهارته في نفس الوقت. بعد هذا الانتصار بون ما بدلش شخصيته ورجع للبيت مع تامرا والاطفال وخداهم بعيد على المخاطر. انجيلا اللي كانت ضحيه جيمس وظروفه عاشت حياه جديده تحت رعايه تامرا وبون وبداو يسترجعوا حياتهم الطبيعيه. مع مرور الايام بون ولا معروف في المدينه ماشي غير بالقوه ولكن بالحكمه والهدوء، ولا رمز الشجاعه والسيطره بلا عنف بلا داعي. وتعلم الكل ان القوه الحقيقيه ماشي في الضرب ولكن في التحكم في النفس وحمايه الاخرين. وصل وقت المغادره، خرج بون من المدينه مخلي وراه قصه ديال القوه والحكمه والشجاعه، مثال لكل اللي باغيين يتبدلوا حياتهم، كيوريهم ان الحريه الحقيقيه هي القدره على التحكم في النفس والابتعاد عن الظلم والعنف. وحتى لنا كتسالي القصه ديالنا دوزو بخير والسلام عليكم.